كلمات راح تسمعها إذا أنت كنت عايش بالعراق. أنت فاشل، أنت ما راح تنجح، أنت ما راح تحقق أحلامك، الشهادة ما تفيد بالعراق، المستقبل ضايع، والشهادة مو مهمة، أنت عايز سنة، أنت ما راح تطور حياتك، صديقك أحسن منك، ابن خالتك أحسن منك، ابن عمك أحسن منك. كل هذا الكلام السلبي راح تسمع من الأشخاص السلبيين. حتى تتخلص من هذا الكلام لازم تطبق هذا الشيء اللي سويته أني، ولازم تعرف وتتابع الفيديو للنهاية. كل هذا الكلام اللي سمعتوه أني حطيته بكيس ورميته بالزبالة أجلكم الله، لأن هذا الكلام اللي سمعته هم ما عايشين بداخلي وما يعرفون قيمة نفسي وقدراتها، فلذلك أنا على شنو أسمع هذا الكلام وعلى شنو أصدق بيه وأخليه يدخل الأعماقي، ويعني للأسف يؤدي إلى إحباط، لأن أكو ناس يسمعون هذا الكلام ويصيرون يائسين ومحبطين بسبب كلمات هي أصلا إنه تفوق قدراتهم الخاصة. لو يركزون شوية وما يسمعون كلام الناس ينجحون بحياتهم، لأن كل واحد وله قدراته الخاصة. يعني مثلا إذا شخص قال لك أنت فاشل أو براهن على سقوطك، فأنت لازم تثبت أنه قدراتك أعلى من هذا الكلام اللي مثل ما أنا أعتبره أنه ما يحدد قيمة الإنسان. يعني حتى لو ما وصل بالبداية راح يوصل بالنهاية، لأن كل إنسان مستحيل أنه إنسان يحاول وما ينجح. يعني هسه أنت تتحرك المكان لابد أنه توصل له، يعني بينما إذا أنت قاعد فما راح توصل له. إذا أنت حركت من نفسك فأنت راح توصل. يعني كل الكلام اللي يقولوا عنك هذا مستحيل، ولازم تكون واثق بنفسك وواثق بالله عز وجل، ولازم يكون عندك الثقة بالنفس، لأن هذه أهم شيء بالحياة. لأن كل إنسان وله قدراته الخاصة، واللي هو حتى إذا ما أنت مكتشفهن فلازم أنه تكتشفهن، ولا تسمع كلام الناس. هذه أهم نصيحة لك. إن شاء الله دفعة 2028 راح أقدم على السادس العلمي، وإن شاء الله راح أطلع معدل عالي، لأن عندي ثقة بالله وبنفسي.